ما أسأت لحد أبدا، ولا بتمنى إن احنا نسيء لحد أبدا. من 100 سنة وأكتر كانت الدولة المصرية ظروفها الاقتصادية أفضل، لم تنسى تساعد وتتعاون من أجل الخير والبناء. اللي يؤلمني أتصور إن احنا نرى البعض منهم دلوقتي لما الصورة اتغيرت، بدل ما بيمدوا ايد التعاون والبناء لمصر بيدوروا على هدم مصر، وبيجهزوا قنواتهم وبيدفعوا فلوس لناس عشان يهدوا بلد فيها 100 مليون. انا بقول للمصريين هو ده رد الجميل، بقول للمصريين مش بقول لحد تاني، هو ده رد الجميل اللي اتعمل خلال ال100 سنة اللي فاتوا. اوعوا حد يهد بلدكم ويقول لكم كلام كذب وتشكيك وجهل وقسما بالله يبقى للخيانة وللتآمر. ده تآمر، ده بتهدوا الدول ليه؟ عايزين تهدوا الدول ليه؟ مش عايز تساعد؟ احنا متشكرين، بس كمان ابعدوا عننا بشركم، عشان اللي ضمايرهم ضاعت ومش هاممهم 100 مليون ويقولوا الأكاذيب والتشكيك ويدوروا في كل موضوع نعمله على الإساءة وتشكيك الناس البسطاء. كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا، وخلوا الأموال اللي ربنا رزقكم بيها للبناء والإصلاح مش لينا، ليكم انتم. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا. لما الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله، هتروحوا من ربنا فين؟ لما تضيعوا 100 مليون هتروحوا من ربنا فين؟ هتروحوا من ربنا